السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض الكيكة العادية، الكيكة اليومية، بس هنعمل الكيكة بمقادير الأمهات، أمهات زمان، أمهات الزمن الجميل. هنعمل كيكة تطلع مظبوطة وفيها بركة، بتكفي بدل الأسرة أسرتين. والكيكة جميلة جدا وهشة وعالية، ينفع تاكلوها بالصبح، ينفع تاكلوها بالليل مع كوباية شاي. ظريفة جدا ومقاديرها مظبوطة، مش هتبطلوا تعملوها. اعتمدوا المقادير دي، هتعملوها على طول ان شاء الله. الوصفة دي تعجبكم وتطلع مظبوطة معاكم. هنقول بسم الله وهنبدأ مع بعض. معايا هنا كوباية الا ربع من الزبدة او السمنة. طبعا كلنا عارفين امهاتنا زمان ما كانوش بيعملوا بزيت، كان كل شغلهم بالزبدة والسمنة، وده طبعا افيد جدا. هننزل عليهم بكوباية ونص من السكر، بنفس الكوباية اللي عايرنا بيها السمنة هي اللي هنعاير بيها السكر، هي اللي هنعاير بيها كل المقادير. بخلطهم كده زي ما احنا شايفين مع بعض. وبعد ما اخلطهم كده بنزل بقى عليهم. عندي هنا 5 بيضات. ننزل بقى بالبيض. البيض بيبقى بحرارة المطبخ زي ما احنا شايفين. وطبعا هنحط معلقة كبيرة من الخل علشان الزفارة، وعشان خاطر بتساعد على رفع المواد اللي هي الرافعة. وهنحط ذرة ملح، وكمان هنحط الفانيليا. هضرب بس الاول وبعدين هنحط الفانيليا. تقدري تحطي فانيليا، اي نوع فانيليا، فانيليا برتقان، فانيليا سايلة، اللي انت تحبيه. هخلط بقى كل المواد كده مع بعضها، وبعدين انزل عليهم بقى بكوباية ونص من الحليب. انا حطيت في الاول كوباية ونص، وبعدين الكيكة احتاجت حطيت ربع كوباية في الاخر. انا هحط كده كوباية ونص الاول، واشوف في الدقيق اللي عندي، يعني شوفي الدقيق اللي عندك هيمتص السوائل ولا لا. هنخلط كده المواد السائلة كلها مع بعض. تقدري كمان لو ما عندكيش مضرب تقدري تعمليها في الخلاط، يعني تقدري تضربي المواد اللي هي السائلة دي في الخلاط. هنزل بقى ب3 كوبايات من الدقيق المنخول، 3 كوبايات ونص من الدقيق المنخول. بنخلهم كده وبنزل كوباية كوباية. كل ما بنزل بكوباية يعني اخلطها، وبعدين انزل بالكوباية التانية، وبحط عليهم باكو بيكنج باودر زي ما احنا شايفين كده. هنزل بالكوباية التانية. واخلط كده زي ما احنا شايفين، يعني في حركة دائرية كده وفي اتجاه واحد، علشان الدقيق ما يكلكعش معايا، مش عايزة اي تكتلات. والدقيق زي ما اتفقنا بننزل بيه واحدة واحدة علشان الدقيق ما يكلكعش معانا، وتطلع الكيكة حلوة ومظبوطة. زي ما قلت لكم انا حطيت 3 كوبايات ونص، وبعدين احتجت ربع كوباية من الحليب. انا ضفت ربع كوباية من الحليب. طبعا ببطن الصينية كده بالسمنة والدقيق، وبكون فاتحة الفرن قبل ما اعمل الكيكة، قبل ما ابدأ، واسخن الفرن على درجة حرارة 180، وبحطها في الرف الاوسط، وبدبدب كده الصينية عشان يطلع منها الفقاعات بتاعة الهواء، وبدخلها الفرن. الكيكة دي عشان مقاديرها كتير فقعدت معايا ساعة بالظبط. وزي ما شفتوا كده انا طلعتها وقلبتها. هتلاقوا الكيكة هشة وجميلة وظريفة، طعمها ومقاديرها مظبوطة. كمان ممكن تعمليها بعصير البرتقال بدل ما تحطي اللبن، لو انت عايزاها بالبرتقال. الكيكة لذيذة جدا ومقاديرها مظبوطة، وان شاء الله هتطلع معاكم مظبوطة وعالية وهشة. يا رب الوصفة تعجبكم. لو عجبتكم الوصفة ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب للقناة، وان شاء الله اشوفكم في حلقة تانية جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.